السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرؤية لله تجلب التواضع، والرؤية للنفس تجلب الغرور والتكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخواني الأفاضل، أتمنى أن تكونوا بخير وعافية إن شاء الله. اليوم سوف أتكلم عن أمر خطير جدا. أنا شخصيا قضية بلد أو اثنان أو ثلاثة بلدان، بل هي قضية تخص الأمة الإسلامية جميعا، وهي تخص كل مسلم ينطق الشهادتين ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في إطار التحسيس والتوعية، نظم اليوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ولاية خنشلة أياما تحسيسية تحت شعار تحسين المعارف للوقاية من الأخطار الكيميائية في وسط العمل، والتي انطلقت من 18 إلى غاية. في إطار النشاطات الرياضية، استقبلت دار الشباب سليمان عمر لولاية خنشلة منافسة رياضية ودية بين نادي الصاعقة للكونغ فو خنشلة وكل من نادي الهاوي للكينغ بوكسينغ عين ببوش ولاية أم البواقي. دائما في إطار المساعدة الخيرية، تستمر جمعية نادي الصاعقة للكونغ فو ولاية خنشلة بتقديم المساعدة إلى المحتاجين، لكن هذه المرة مجددا مع عائلة الساعد بوزكري رحمة الله عليها، حيث قامت اليوم بتسليمهم ثلاجة وبعض من التجهيزات الخاصة بالمرش المنزلي.